تخيل إن حد يمسك موبايلك دقيقتين بس وينزل تطبيق شكله عادي جدا زي آلة حاسبة أو مفكرة. أنت هتفتكر إنه تطبيق عادي، لكن الحقيقة إن التطبيق ده ممكن يكون مستخدم لإخفاء صور أو فيديوهات أو حتى تطبيقات كاملة، وده اللي ناس كتير ما تعرفوش. السلام عليكم يا شباب. النهاردة هنتكلم عن تطبيقات الخفاء أو التطبيقات اللي بتستخدم لإخفاء الملفات والتطبيقات على أندرويد. وفي ناس كتير فاكرة إن التطبيقات دي بتختفي بعد التثبيت، لكن الحقيقة إن أغلب التطبيقات دي بتفضل ظاهرة عادي جدا، بس بتكون متنكرة في شكل تطبيقات عادية زي آلة حاسبة أو مفكرة. إزاي الفكرة دي بتشتغل؟ الشخص ببساطة بينزل تطبيق شكله طبيعي جدا، يعني مثلا تطبيق آلة حاسبة أو تطبيق ملفات أو مفكرة، ولما تفتحه قدام أي حد يشتغل عادي جدا وكأنه تطبيق طبيعي. لكن لو الشخص كتب كود سري أو باسورد معين يفتح له جزء مخفي جواه. الجزء ده ممكن يكون فيه صور، فيديوهات، ملفات أو حتى تطبيقات مستخبية. يعني التطبيق نفسه بيكون ظاهر، لكن الحاجة اللي جواه هي اللي بتكون مخفية. أمثلة حقيقية للتطبيقات دي: من أشهر التطبيقات المعروفة كالكوليتور فولت، وده بيشتغل كآلة حاسبة عادية لكن فيه جزء مخفي لإخفاء الصور والفيديوهات. وفي كمان آب هايدر، هايد يو، فولت، سمارت هايد كالكوليتور. والتطبيقات دي موجودة فعلا، وفكرتها الأساسية إنها تخفي ملفات أو تطبيقات من الشخص اللي ماسك الموبايل. طيب فين المشكلة؟ المشكلة إن بعض الناس ممكن تستخدم التطبيقات دي بشكل غلط. يعني مثلا شخص يمسك موبايلك وينزل تطبيق من النوع ده ويخفي جواه تطبيقات أو ملفات. وفي بعض الحالات ناس بتستخدم تطبيقات مراقبة أو تحكم وبعدها تخفيها داخل تطبيقات شكلها عادي. وعلشان كده لازم تبقى عارف التطبيقات اللي موجودة على موبايلك. إزاي تعرف إن في حاجة مستخبية؟ لو لقيت الموبايل بيسخن، البطارية بتنزل بسرعة، أو في استهلاك نت غريب، ادخل على الإعدادات، بعدها التطبيقات، وراجع كل التطبيقات اللي متثبتة. وخلي بالك من أي تطبيق شكله عادي لكنه طالب صلاحيات غريبة زي الكاميرا، الميكروفون، الإشعارات أو accessibility. نصايح مهمة: قدمش موبايلك لأي حد يثبت عليه تطبيقات، وما تنزلش تطبيقات من مصادر مجهولة. وكمان راجع الصلاحيات كل فترة، لأن ناس كتير بتضغط موافقة على أي حاجة بدون ما تركز. في النهاية مش كل التطبيقات دي خطيرة، وفي ناس فعلا بتستخدمها للخصوصية بشكل طبيعي، لكن المهم إنك تبقى فاهم الطريقة دي شغالة إزاي علشان محدش يخبي حاجة على موبايلك من غير ما تعرف. ولو وصلت لحد هنا صلي على النبي.